جوزها قال لها خسي بدل ما اتجوز عليكي، انا من يوم ما اتجوزنا بكلمك في الموضوع ده وانت مكبره دماغك، خسي اسهل ما اطلقك بسبب وزنك. اشرف عبد الباقي قال لها لو خسيتي ملكيش شغل ولا اكل عيش معايا ومحدش هيشغلك معاه. ويزو تعبت من محاولات الدايت الفاشله كلها بسبب حبها للاكل، فقالت لجوزها شخلل جيوبك واعمل لي شفط وتجميل. سر خساره ويزو وزن كبير في مده قليله. ويزو من صغرها بتحب التمثيل ونفسها تمثل وتبقى فنانه معروفه، وخايفه من فكره انها تعيش حياه تقليديه ولما تموت تتنسي. وكانت من اسره بسيطه، اتخرجت من كليه التربيه واشتغلت مدرسه في مدرسه، بس ما كانتش حابه شغلها وحلمها تمثل، لحد ما في يوم جات لها فرصة عمرها على طبق من ذهب وما حبتش تضيعها. يوم ما أشرف عبد الباقي كان بيكتشف المواهب لمسرح مصر، واختارها أشرف عبد الباقي ضمن مجموعة من الشباب